طبعا مع الوقت اسيل حبت الموضوع جدا، ما شاء الله عليها بقت متفوقه جدا. انا ادهم رشاد، انا والد اسيل بدات بروجرامنج وهي عندها 9 سنين السنه اللي فاتت. يعني انا كان هدفي ان انا اخلي اسيل تبدا بروجرامنج بدري، لان دوت مهم جدا للمستقبل، لان طبعا دلوقتي بقى في محو اميه برمجه مش محو اميه كمبيوتر. فطبعا كان مهم جدا بالنسبه لي ان انا ابدا مع اسيل وكمان اخواتها بعد كده ان شاء الله يعني. بس اسيل طبعا عشان هي الكبيره عندنا استنيت لغايه ما يكون الوقت مناسب او احس ان هي تقدر تستوعب المنهج. اسيل كانت قلقانه شويه في الاول، وحاولت ان انا اشجعها واحفزها على الموضوع دوت، لان انا عارف قد ايه اهميه البروجرامينج واهميه الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وان هي اسيل برضو عندها شغف للتعلم وكده. فده كان دافع بالنسبه لي ان انا اقدر اكلمها واقدر احاول ان انا اقنعها ان هي تاخد الكارير باث دوت. وهي كانت بصراحه قد المسؤوليه، اقتنعت بالكلام وبدات مع 3 سي. طبعا احنا اخترنا 3 سي لان 3 سي مدرسه برمجه من اكبر مدارس الشرق الاوسط، وان هي معتمده برضو اكريديتد من كذا مكان مختلف، اماكن دوليه. فده اداني برضو اطمئنان اكتر، بلس ان الاونلاين كورس بيخلي ان في سيفنج للتايم بتاع اسيل علشان تقدر ان هي توازن ما بين الكورس وما بين المدرسه. ده خلانا برضو ادانا جزئيه كويسه ان الانتراكتنج كورس ان هي بتبقى لايف مع الانستراكتور بتاعها، بيديها الانستراكشنز، بيساعدها. في الاول كانت الموضوع بالنسبه لها طبعا اكيد يعني حاجه ويرد شويه، لسه مش عارفه الموضوع. طبعا مع الوقت اسيل حبت الموضوع جدا، ما شاء الله عليها بقت متفوقه جدا، وانا سعيد جدا بيها.